تعيا تشوف الفلوجرز والفيديوهات تاع السياح الاجانب في المغرب اللي يصوروا لك البنيه التحتيه والماكله والفنادق والسفر والتعامل مع الناس، وما تجيكش كيما فيديو يصورها لك واحد جزائري. راكم درتوا لنا مشكله، قلتها لكم في فيديو واحد اخر وغادي نعاودها لكم الان. بزاف عليكم الناس دخلوا شافوا الحقيقه المره، شافوا بلي هما ما راهمش عايشين، شافوا البنيه التحتيه صوالح زعما نورمال متوفر في اي دوله كيما محطه تاع قطار، تاكسيات، طرق نقيين، ماكله، تنوع، نظام. هاد الصوالح نورمالمون اكزيستو في كل الدول اللي عايشه في نفس المنطقه وما كاينش بيناتهم اختلافات كبرى. بورتون زعما حنا في الجزائر عندنا ميزه زياده على المغرب اللي هي البترول والغاز، ومع ذلك الجزائري راهم يروحوا يصوروا في المغرب راهم يتخلعوا. شوفوا هذا الفيديو، محطة نقل في مدينة الرباط مصورة من يوتيوبر جزائري، شوفوا معايا. الله يبارك عليها تدخل المطار ماشي محطة قطار. مرحبا بكم في أكبر محطة قطار في إفريقيا ومن بين أكبر محطات القطار في العالم، محطة الرباط أكدال. هنايا المركز الحيوي تاع المغرب. هذه المحطة تربط بين الخطوط تاع مراكش، طنجة، تطوان، كاع خطوط النقل تاع القطارات فاس يتلاقاو لهنايا، وفيها تي جي في، فيها الخط العادي، الخط البطيء، فيها كاع الخطوط ما يتلاقاو هنا. وعندهم الأطلس والبوراق وعندهم خط واحد آخر نسيتو. المهم دوك ندخلوا نشوفوا أبي كيفاش دايره المحطة اللي داخل، وشوفوا شحال مراكز تاع كي نقولوا لكم شحال كاين. الله يبارك، محطة في مواصفات عالمية. هذه عندنا هنايا المدخل تاعها كيما رانا نشوفوا، ومديرين شعار تاع كاس افريقيا. هذا مدخل المحطة هنا مباشرة، أنا طالعين وكاين ناس راهم هابطين. حنا دوك المهم نطلعوا لكم شوفوا هنايا وين يشروا لي تيكي تذاكر. تحبوا تقطعوا بالانترنت، عندهم كيما يقولوا بالانترنت الابليكاسيون تاعهم او انسيات، تدخلوا تشروا تيكي تاعهم. هذه الشعار تاع او انسيات، ومن أحد الممولين الرسميين كاس افريقيا. بعد الدخول مباشرة يقابلوكم هنا شوية لي ريستورو، ومن بعد يقابلكم المحطة من الفوق. دوك نطلعوا نزيدو نشوفوا هذه. تحب تشري تيكي تاعك البيمو من تخلص، ولا تحب تجي لهنا لي زطاراي هذه تشري هنا وحدك. أنا مباشرة نشوفهم يشوف تذاكر بعض الجماهير المتعبين، تجي للطراي هذه تخلص بالكارت تاعك مانيتيك المغربية أو كارت فيزا ولا ماستر ولا واش عندك لاباط. تقريبا كل البطاقات العالمية تمشي لهنايا ولا بالكاش. شركة القطارات داروا تخفيض تاع 30%، في كل 100 درهم عندكم تخفيض تاع 30 درهم، مليحة بزاف. واش من كارت هذه شرطيها تشروها ب 50 درهم، هذه كارت هي لا كارت تشروها بار انترنت، ما تشروها انتم لي ستاسيون هذوما تاع ليترا، والكارت هذه تكون ديال 50 درهم. وما انتم التخفيض مثلا إلا ركبتوا ب 200 درهم في النهار راكم ربحتوا 60، تما هكذا مع 50 اللي شريتوها تبقى لكم 10، ربحتوا 10. وكل ما تركبوا بزاف زيدوا تربحوا اكثر. هي مليحه الناس يتنقلوا بزاف في القطارات، خاصه اللي يروح لمراكش اللي يروح طنجه واللي يحبوا يفواياجوا. انا واحد ساعدني هذا لاكارت وراح نشريها ان شاء الله باش نقدر نفواياجي بها ونشوف مدن اخرى. هنا بعض الشروط تاع التذاكر، في حال حبيت تبدل التذكره تاعك ولا استرجاع تاع التذكره، هذو لي كونديسيون تلقاوهم هنا في داخل المحطه، قراوهم وتلقاوهم ثاني في السيت على الانترنت تاعهم. علاش قلت لكم شغل المطار الله يبارك؟ شوفوا بعد ما تشري التذكره تاعك ولا دير بايمون اونلاين، تجي لهنا لمناطق الركوب. شوف عندك منطقه 1 2 3 شغل طياره الله يبارك، عندك التذكره تاعك يقول لك منطقه الركوب تاعك واش مالك، تسنى كاي تاعك وتطلع للترا. هكذا شغل نفس الطريقه تاع الطائرات. الله يبارك صح، محطه بمواصفات عالميه. عندنا هنا 4 3 منطقه ركوب 3 2، وعندنا من هي واحد كاين 10 ابواب تاع ركوب. هي خطوط النقل على كل حال ما كاينش بزاف زعما، من مناطق الركوب هكذا تسهل بزاف عمليه التنقل على الناس. طابلو هذا فيه كاع المعلومات ديال المتوجهين وتوقيت الرحله تاعهم. صراحه شبه محطه القطار في روما ولا في ميلانو، هكذا كبار الله يبارك، ومتوفر فيهم كل شيء. أصل شركه الاكل هنايا، الصرافات الله يبارك، كل حاجه متوفره. صراحه محطه عالميه تعطيها 10 على 10. الدراري صراحه فكروا فيهم وديروا لهم هنا شغل مراج داخل المحطه هذه، ليطاج الفوقاني كامل. شوف الله يبارك هنا دراري عندهم وين يصوتوا وين يلعبوا، عندهم كل شيء. شوف مراج صغير كذا فوق، ماشي بمواصفات كبيره، مي هاد الدراري ما يهدروش، يجيبوا هنا يلعبوا يصوتوا يريحوا لك مخك. كذلك المشجعين الناس اللي ما تعرفش لي ستاد ولا كيفاش تنقل تلقاو فيه كامل المعلومات. هذا الدليل هاكا تفتحوا تلقاو المعلومات كامل راهي لي ستاد يروحوا من اماكن تاريخيه سياحيه، معلومات بزاف شابه. وحتى كاين بعض الاسئله ثاني يسقسوكم يقولوا لكم اختبروا المعلومات تاعكم ثاني هنايا كيفاش تحبوا. حاجه تفرح بزاف، صافي بليزير، مبروك للمملكه المغربيه. هذا التطور، هذه البنيه التحتيه، كل هاد الانجازات اللي داروهم في فتره قصيره جدا، سواء بسبب بطوله كاس الامم الافريقيه او استجابه للمطالب والاحتياجات تاع الناس في المغرب او الاحتياجات تاع قطاع السياحه. اللي راني باغي نقوله يا وزير النقل، يا تبون، يا المخابرات الجزائريه، يا حكومه النظام المافيا الجزائريه، بكاع المليارات تاع الدولارات اللي عندكم في الجزائر، ما قدرتوش خلال هذا العام اللي فات 2025 تفتتحوا محطه واحده تاع مواصلات،
في مدينة كبرى كيما العاصمة ولا قسنطينة ولا سطيف ولا باثنة ولا وهران بهذا الشكل بهذا الحجم؟ والو، لا شيء، ولا أي إنجاز تاع بنية تحتية يمكن الافتخار بها. يمكن أن الجزائريين يروحوا يقعدوا فيها. مثلا على سبيل المثال يصرى تعطل في الحافلة، في وسائل المواصلات، الطريق تبلعت، أمطار، فيضانات، يقدروا يقعدوا داخل المحطة هما والعائلات تاعهم، يقدروا يلقوا بلاصة وين يدخلوا التواليت، يريحوا في مكان آمن بعيدا عن الجو، عن الأمطار، عن الحر، يقدروا ياكلوا يشربوا يريحوا. والو، احنا في الجزائر كي تروح ديبلاسي من ولاية لولاية، سورتو لا كان ولاية بعيدة، انت وزهرك مع الكار، الحافلة انت وزهرك، ممكن تكون حافلة من عالم منقرض نورمالمون ما تاكزيستيش كاع في الواقع، بصح تلقاها جايه من البعيد، الدخان تاعها سابقها، وانت اللي قلك تستعد، باسكو غادي تدخل في مرحله مهمه جدا، هي مرحله المقاومه للصعود، سورتو لا كان جروب تاع ناس بزاف راهم يستنوا في نفس الحافله، وهذيك الحافله فيها غير 3 بلايص مريحين و6 واقفين، ممكن تتمشى 3 سوايع وانت واقف عادي جدا، بصح واشنو اللي قلك تكافح وتحارب باش تدخل وانت وزهرك؟ ممكن كاع ما تروحش، ممكن بيس واحد يجي يدي 3 ولا 4 تاع الناس ويقول لك صاي سي بون، رانا رايحين وانت قعد هنا استنى الغدوه. الاوضاع في الجزائر كارثيه، واصبحت كارثيه اكبر باسكو دروك الجزائريين ولوا يشوفوا بعينيهم مقارنه بدول واحده اخرى كيما تونس، راهم ديجا يروحوا لتونس. تونس ما راهيش على نفس المستوى كيما المغرب، رغم انه هما راهم احسن من الجزائر، مي دروك الجزائريين دخلوا الى المملكه المغربيه وشافوا، راهم يشوفوا واش كاين. كيما قلت لكم اشياء نورمالمون تكون متوفره في كل مكان في العالم، مواصلات امنه، مكان امن يحفظ لك الكرامه تاعك انت والعائله تاعك، الاحتياجات تاعك البيولوجيه الادميه، باش تستخدم تواليت. احنا عندنا في الجزائر تواليت ما اكزيستوش في